وصل متوسط مكسب محفظتي ل4.5%، وده بعد ما وصل مكسبي من السهم بنك التجاري الدولي 10.4%، لكن لسه ما وصلش للهدف اللي أنا محدده ليه، واللي نزل في جلسة النهاردة حوالي 3%، ووصل مكسبي من السهم انترناشونال بيزنس ل5%، وده بعد ما نزل في جلسة النهاردة حوالي 1.2%، ولسه ما وصلش للهدف اللي أنا ناوي أبيع عنده. أما سهم منفس للأروية وصلت خسارته فيه ل1%، وده بعد ما زاد النهاردة حوالي 7%، لكن لسه في أمل لأنه ما ضربش لكف الخسارة اللي أنا محدده ليه. أما سهم إبراهيم القبضة وصل الخسارة فيه ل4.3%، وده بعد ما نزل النهاردة حوالي 1%، وهو كمان ما وصلش لكف الخسارة اللي أنا حددها ليه. أما سهم راية وصل مكسبي منه ل17.5%، وده بعد ما زاد النهاردة حوالي 5%. خلاص فاضل تكة على الهدف اللي أنا محدده ليه عشان أجني أرباحي منه. أما سهم فيرت وصل مكسبي منه ل6%، وده بعد ما نزل النهاردة حوالي 3%. ترى الأسهم بتاعتي دي هتوصل لأهدافها ولا هتضرب إيقاف الخسارة؟